السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا حبايبي، النهارده ان شاء الله اليوم العاشر معانا في دوره كتاكيت بتاعتنا، دوره كتاكيت رمضان. صلى اللهم بارك. الكتكوت بدا يظهر معانا ازاي. بصوا حبايبي، انا النهارده الميه اهي مش حاطه عليها اي حاجه. طبعا اللون الاصفر ده من الكركم اللي احنا حطيناه امبارح. كل اللي انا هعمله بس ان انا هحط النهارده، مش هحط اي خلطات او اي حاجه النهارده. انا هحط بس معلقه خل اللي هو بتاع الاكل، الخل الابيض بتاعنا العادي. هحط معلقه كده، معلقه كبيره، على لتر الميه. طيب ليه حطينا لتر المعلقه ديت؟ المعلقه دي حبايبي مضاد سموم. الخل بيشتغل شغل مضاد السموم اللي احنا بنجيبه للكتاكيت من بره. طيب انا عملت ليه كده برضو النهارده؟ علشان الراجل اللي انا بجيب منه العلف النهارده ما كانش فاتح، فمعرفتش اجيب العلف مكان ما بجيبه لهم. يعني انا بشتغل بنوع علف معين اللي هو الحرمين. طبعا اللي متابعني من الاول خالص عارف ان انا دايما بشتغل بالحرمين. فللاسف ما لقيتهوش النهارده، فاضطريت اجيب نوع تاني. هو النوع التاني النهارده اللي انا جبته اللي هو القاهره. ما اشتغلتش بيه قبل كده، معرفش ايه نظامه، ايه نسبه السموم اللي فيه قد ايه، مش عارفه. عشان كده انا حطيت معلقه الخل دي ضمانا ان الكتكوت ما يحسش بتغيير في العلف فيتعب مني. دي بنحطها علشان لو هنغير نوع العلف او هنغير العلف من بادي لنامي. طبعا احنا مش هنغير لنامي دلوقتي خالص، لسه احنا بنشتغل باللي هو البادي اللي هو الناعم ده. حتى انا ما جبتش كميه كبيره علشان هرجع اجيب الحرمين اللي انا متعوده عليه. فبنشتغل بنغير لنامي امتى؟ بنغير لنامي لما الكتكوت بيوصل معانا نص كيلو. قبل كده ما تحاوليش تغيري للكتكوت العلف بتاعه، بيبقى صعب ان هو ياكله ومش هيرمي معاكي وزن طبعا. طيب لو الكتكوت بقى معايا مش رامي وزن، مش هنغير برضو العلف، هنفضل نديله العلف النامي لحد ما يجيب معانا النص كيلو. يعني ممكن نوصل كده لحد 20 يوم ما نغيرلوش العلف لحد ما يجيب النص كيلو معانا. فدلوقتي هسمي الله، مش هنحط اي حاجه برضك على العلف. انا هفضيه بس كده، معلش انا هفضي العلف وهرجع لكم لان انا ماسكه الموبايل بايد فمش عارفه اتعامل بايد واحده. اهو يا حبايبي انا حطيت لهم العلف كده، كمان عدلت لهم الميه. ده كان الفيديو بتاعنا حبايبي. يا ريت اللي عايز اي سؤال يكتبه لي في الكومنتات وانا هرد على كل الاسئله. لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.